السلام عليكم. يا جمال الكبد والقوانص لما تتعمل بالطريقة دي. حقيقي اللي ما جربش الكبد والقوانص على طريقتي الخاصة يعني فايته كتير فايته كتير في الطعامة والجمال، وانها ان شاء الله هتعشقوها وهتبقى ادمان. تابعي معايا الخطوات للآخر علشان حتى في آخر الفيديو تركة مهمة جدا، يعني هتعلي معايا التست قوي. اول حاجة بقى معايا انا هنا نص كيلو من الكبد والقوانص. انا غسلاهم كويس جدا ونقعتهم في عصير ليمونة وشوية قرفة، وبعد كده شطفتهم منها وقطعتهم بقى تقطيعة عصافيري كده. التقطيعة مهمة جدا علشان خاطر المظهر الأخير والشكل الأخير. معايا هنا بقى بصلاية مبشورة بشر ناعم جدا. هبتدي بقى أطعم البصلاية دي بشوية نص معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة نص معلقة صغيرة من الكمون والكزبرة والفلفل الأسود ورشة قرفة. امسكي بقى كل الكلام ده ويعني اعمليه مع بعضيه كده، حاولي تدمجيه في بعضيه. وطبعا مش هننسى عصرة الليمونة اللي بتعلي التست معايا وبتمنع اي زفارة، وبتخلي الكبدة لونها فاتح ومش اللون الغامق. بعد كده بقى هتجيبي البولة بتاع الكبد والقوانص، وتروحي بقى حاطة عليها الخليط ده. قلبي بقى الكلام ده كله مع بعضيه كويس. هروح بقى انا دلوقتي هحط معلقة صغيرة من السكر. المعلقة يا جماعة اللي انا مستخدماها دي اصغر من معلقة الشاي الصغيرة، كمان دي معلقة خاصة بالتوابل. انا خلاص بعد ما عملتها وحطيت معلقة السكر. معلقة السكر دي مهمة، ما تبقى يا ريت ما تستغنيش عنها. اولا يعني مش بتظهر اي طعم، انما بتديني اللون البني الجميل البراون الحلو ده المكرمل. معايا انا بقى هنا الهون، ومعايا يعني معلقة صغيرة من التوم المفروم. هحط عليها بقى رشة كمون ورشة كزبرة، وهقطع عليها ربع قرن فلفل حامي. ما تخافيش، مش يعني هيعمل اي شطة في الخلطة. دقيهم بقى مع بعضيهم. تعالي بقى نشوف هندمج الكلام الجميل ده كله ازاي مع بعضي. طاسة على النار وتسخن، انزل بقى ب3 معالق كبار من الزيت. الكبد يعني بتحب الزيت. انزلي بقى بالخلطة اللي عملناها مع بعض، اللي هو الثوم المفروم والفلفل، وشوحيه تشويح بسيط لونه يصفر. نبتدي بقى ننزل بالخليط التاني اللي هو الكبدة مع البصل والحاجات الحبشتكنات اللي احنا كنا عاملينها. ما تنزليش مرة واحدة، يعني انزلي بالكمية اللي معاكي ايا كانت، شوية بشوية علشان خاطر الكبدة ما تنزلش المية بتاعتها وتبوظ لنا يعني التست اللي احنا عايزينه بقى. شايفين؟ قلبي وحاولي بقى يعني تخليها كده حوالين البتاع ده، الطاسة كده من الأجناب، وفي النص فاضي عشان تبتدي تحطي في النص، لأن طبعا اللي في النص ده بيبقى شعلة النار تحتيه مباشرة. ركزوا يا جماعة في الخطوات دي علشان خاطر المبتدئات. معايا أنا بقى هرست سوري بتاع ده صلصة الفلفل اللي أنا كنت عاملاها. صلصة الفلفل دي يا جماعة اللي هسيب لكم اللينك بتاعها، وهو ظاهر معاكم في البطاقات فوق على الشاشة. حقيقي خرافة وما بستغناش عنها. شايفة اللون اتحول ازاي؟ فاهمين يعني ايه بتاع ده صلصة الفلفل ده او معجون الفلفل، مش هريسة زي ما قلت. تنزل على الكلام ده كله ويتشرب كده، بجد بتخلي الصوص بتاعها كان عالمي. معايا انا بقى هنا هنطعم كده وهنحط ربع برضو قرن فلفل. انا لو عليا كنت حطيت يعني 3 4 قرون، مفيش مشاكل عندي خالص، بس عشان طبعا لو حد عنده اطفال. شايفين بقى الروايح اللي طالعه دي؟ ولا طاسه كبده عز المنوفي في زمانها، ولا كبده الفلاح. والله العظيم ما هتفرقوا الكبده دي عن الكبده البلدي من الطعامه والجمال اللي كان فيها. لسه استني معايا. ويا ريت بقى لو وصلت لحد هنا ما تنسينيش من اللايك الجميل بتاعك فضلا عشان الفيديو يترفع، والاشتراك في قناتي اذا كنتي حابة يوصلك مني كل جديد. عملت ايه انا بقى دلوقتي؟ رشة كده على الماشي من الكزبرة والكمون والفلفل
لا سوري، ما حطيتش فلفل اسود، هو كمون وكزبره بس. معايا بقى اللي هتعلي التيست، قلت لكم استنوا، معلقتين كبار من الخل. دي بتنقل طاسة الكبدة في حتة تانية وتالتة، وزي ما تقولوا قولوا على الجمال اللي فيها. متنسوش انا عاملة معاكم الكبدة بطريقة كباب الحلة، تحفة وخرافة، وهسيب لكم كل المقادير وهسيب لكم كل الوصفات في صندوق الوصف. بألف هنا وشفا على قلوبكم، واستنوني في وصفة جديدة، والسلام عليكم.